السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا بقى قبل ما نبدأ الفيديو كده تعالوا نصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. تعالي بقى هنا يا ست البنات، قولي لي كده مين اللي قالك ان بعد العيد ما بيتفتلش كحك؟ لا يا حبيبتي، احنا الفلاحين اللي فتلنا الكحك بعد العيد. خلاص. تعالى اقول لك بقى طريقتنا كده في عمايل الكحك والبسكويت ولمة العيلة وبنعمل ايه وكل حاجة والمقادير وكل التفاصيل اللي انت عايزاها. خلاص. بس قبل اي حاجة يا اختي كده الاول لازم نعمل فطار حلو ونظبط الدنيا كده علشان ايه؟ قدامنا يوم طويل وليلة طويلة كده، وكمان بالخصوص ان احنا عملنا إيه الاتنين ورا بعض. طبعا كانت حماتي بقى ربنا يديلها الصحة ويبارك لها في عمرها يا رب، ويا رب يجعلها عادة دايما ما تتقطع ابدا ابدا، ويضلها فوق راسنا يا رب، اللهم امين. تعالى اقول لك بقى تفاصيل الكحك والبسكويت بتاع الايه الفلاحين. خلاص. طبعا اول حاجه انت بتحضري الحاجات اللي انت ايه هتشتغلي فيها. الدقيق، وبعد كده بنجيب السمسم ده عشان هنحتاج شويه للقرص وشويه الايه، يعني تعالى نقول عليها قرص بلاش كحك، وشويه للبسكويت. خلاص. اللي هو البسكوت العادي. تمام. بس انا اسفه جدا جدا عشان مقطع البسكوت ده والله العظيم ما عرفتش اصور فيه خالص. خلاص. المهم جبت حوالي كيلو الا ربع من السمسم، مسكتهم يا اختي كده على البوتاجاز، حمرتهم تحميره حلوه قوي قوي، ولونهم مش باين، بس انا رفعت لك الاسباتيوله دي فوق ووريت لك لونهم عامل ازاي. خلاص. بعد كده جبنا ايه؟ جبنا الزبده بتاعتنا وجبنا السمنه. طبعا بتكون احنا بنعمل كميات، اللي هو يعني حمات عامله مثلا كميه بتعدي اكتر من 12 كيلو كحك او 12 كيلو بسكوت، فلازم بنعمل لهم سمنه بزياده. فاهمه ازاي؟ يعني احنا جبنا كده 2 كيلو من الزبده دي اللي هي الزبده الفلاحي، وعلى فكره حماتي رجعت حطت تاني كمان. وجبنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، دي صفيحة سمنة من الكبيرة خالص. فاهمة ازاي؟ المهم قدحنا بقى دي على قدحنا الزبدة مع السمنة وسبتهم على النار يتقطعوا. بعد كده اخدت شوية ربع الكيلو الا ربع، يعني ربع كيلو من السمسم، فرمتهم في الكبة زي ما انت ما شايفة كده. وجبت كده حوالي هنقول ايه نص كوباية من السوداني، وبرضو حمصتهم وطحنتهم او فرمتهم في الكبة برضو، نفس الحكاية زي ما انت ما شايفة كده. خلاص. ده طبعا كل حاجة بتوجيهات حماتي، بس هي طبعا عشان عارفة ان انا بصور، فايه قالت لي اعملي اللي انت عايزاه وصوري اللي انت عايزاه. قدحنا السمنة وسبناها لما بردت خالص، وبعد كده مامتي بقى بتروح جايبة الميزان وقاعدة وزن السمنة دي بالظبط، مفيش حاجة بتطلع اسمها مش موزون. عملنا حوالي 10 كيلو بسكوت، حطينا عليهم 2 كيلو ونص من السمنة. تمام. لازم السمنة بتاعت البسكوت بتكون معمولة قبلها وبتتحط في التلاجة علشان تسقع، علشان بنمسكها بالمضرب كده الكهربائي وبنمسكها نضربها زي ما انت ما شايفة كده. خلاص. حطينا على ال10 كيلو بسكوت 30 بيضة. خلاص 30 بيضة حطيناهم على ال10 كيلو بسكوت. عندك بقى اللي هي كانت ماما بتحط ده قرنفل مطحون وشوية اللهم صل على النبي والفانيليا بتاعته، وكمان كنا صحنينه 6 كيلو من السكر. خلاص كده. ماما سابت حوالي كوبايتين 3 كده عشان ايه تحطهم على او حوالي كوبايتين بس تحطهم على ايه؟ على القرص. خلاص. هنا الدقيق بقى اهم حاجة في التركية دي، والفلاحين او مامتي حماتي معلمهاني ان الدقيق بتاع القرص او الكحك يعني عامة، الدقيق الفينو بيشرب السمنة. خلاص. احنا عملنا ايه بقى؟ احنا جبنا نص الكمية دقيق علامة، او هقولك بالظبط اللي احنا حطيناه، وليكن ال10. كل ما يبقى دقيق علامة اكتر كل ما يبقى القرصة معاكي ناعمة احسن واحسن. خلاص. جبنا حوالي 8 كيلو من الدقيق العلامة، حطينا عليهم 2 كيلو بس دقيق فينو. خلاص. طب انت ما عندكيش بقى دقيق علامة وعايزة تعملي كله بدقيق فينو، عادي جدا ولا يهمك. المهم هاتي اللهم صل على النبي، انت زودي نسبة يعني زودي نص كيلو سمنة انت كمان شوية. طيب مقادير السمنة ايه يا زوزو؟ مقادير السمنة لكل كيلو
من اللهم صل على النبي، لكل كيلو من الدقيق لنص كيلو سمنة، دي علشان تاخدي كحكاية كده محترمة. اما بقى لو انت عايزاه مش يعني مش ناعم قوي، هتقللي نسبة السمنة شوية، هتيجي في الاخر مثلا تحشي ايه حتة كده صغننة، او تزودي انت نص كيلو دقيق. تمام، يعني على 10 كيلو دقيق حطينا 5 كيلو من السمنة. عملنا الكحك على السخن ازاي؟ حطينا السمنة تاني، يعني هي اتقدحت مرة خلاص وسبناها بردت ووزناها وجهزناها، ورجعنا تاني. كان نفسي والله اعمل لكم كل حاجة بالتفصيل. حطيناها تاني اتقدحت تمام قوي قوي، ما خليناش فيها اي حاجة، ورجعنا جبنا الدقيق كده. بقى عايزه اقول لكم ان احنا خرجناه اصلا بره الشقة، لان طلع منه كمية دخان رهيبة. وبنمسكه بقى كده باطباق، او عندك مثلا حاجه كبيره، سباتيولا كبيره بس تكون ستانلس او حاجه، عشان ايه هتبقى سخنه عليكي طبعا، السمنه مقدوحه. تبعدي بقى اي اطفال، تبعدي حد كده يعني، عشان ايه محدش يتلسع. خلاص، المهم قلبناها لحد ما بردت شويه، بدأت ايدك تستحملها، تبدأي بقى ايه تبسي الكحك بتاعك. تبسي الكحك بقى كده زي ما البركة بيتنا دم وحياتنا بيعملوا كده. طبعا انا سبتلكوا بقى حماتي وخالتي وكده يعني بيوريكم ان احنا بنعمل ازاي. تمام، المهم بقى قعدوا يبسوا في العجينة وفي الكحك لحد ما العجينة بص بقت معاكي، او القرصة بقت معاكي زي العسل. بدأت بقى مامتي تنزل بقى ايه واحدة واحدة كده اللبن، لحد ما القرصة تبدأي تعملي لها اختبار وتضغط عليها كده، تلاقي القرصة بتاعتك مش عايزة حاجة ومش بتشقق من الطروف. خلاص كده تعتبر معاكي القرصة ما عادتش عايزة لبن خالص. خلاص، حطينا على 10 كيلو خميرة ب2 جنيه، خميرة فورية. يعني قد ايه يا زوزو؟ يعني حوالي نص معلقة شاي كده. لان ايه احنا سيبنا اللهم صل على النبي الكحك لتاني يوم، يعني احنا عجناه بالليل جهزناه وسيبناه كده لتاني يوم. خلاص، جبت الملبن ومسكناه بمعلقة من السمنة ورشة من القرفة المطحونة ورشة فانيليا، ومسكناه عجناه زي ما انتم شفتوا كده. انا مش عارفه انت شفتوا ولا لا، بس هو احنا عملنا كده. فكرة التفصيل ده انا عامله لكم في فيديو مفصل، فعشان كده ايه هو ده يعتبر روتين يوم عمايلنا الكحك. فاهمين ازاي؟ انا مش بعمل لكم حاجه بالتفصيل، تمام، بس بقولك على كذا تركايه وعلى كذا نصيحه. يعني لو انت حابه تعملي كحك او كده، والله ما في اسهل منه. ولا بصي انا خلاص يعتبر بقيت خبرة فيه. انا كانت حماتي هي على طول بتعمل، وبدأت ان انا اكتسب منها خبرة بقى، واعرف الدقيق ظروفه ايه وبنعمل ايه. بس هقولك تعالي الاول نشوف البت زوزو بتعمل، عشان ايه ما بتبطلش رغي. خلاص، لازم بقى يكون في بيتنا اكل كده. المهم عملنا ايه؟ جهزنا بقى، شوحنا فراخ و عملنا كده بطاطستين بتقلية او بطبيخ، يعني مش عارفه انتوا بتسموها ايه، والله احنا بنقول عليها بطاطس بتقلية او بتسبيكة او بتخديعة، ايا كان بقى اي حاجة. المهم حبيبة قلبي حطيناها تتشوح وظبطنا الدنيا، وحطيت البطاطس. الصلصة عندك في البيت دي نعمة وكنز من عند ربنا، اقسم بالله. الصلصة مخلتش حاجة واخدة معايا وقت خالص. كمان عملت شوية فول كده، عشان لو حد ايه ولا حاجة عمل شقة فول مش عارفة ايه، حد كلم الولاد حاجة برضو غموس، تبقى الحاجة موجودة عندي. سيبنا كل حاجة بقى يا اختي، وطيران على المكان اللي احنا هنعمل فيه. احنا بنعمل هنا فين في البلد عندنا، بنعمل عندنا فيه كده حد عندنا عنده فرن، يعني واحد او راجل او ست، يعني بيكون عندهم فرن وعندهم مكان، وبتاخدي حاجتك وطبلياتك وحاجتك كلها وتروحي. ده الملبن ان انا قلتلك عليه، اللي احنا هنقعد نعمله نقطعه. خلاص، بتقطعيه كور صغننه كده، وبترش رشه جوزة الهند عليه، وبترش رشه نشا على رشه دقيق تحته، وبعد كده تكوريه تقطعيه صغنن قوي قوي كده، عشان زي ما مامتي كده بتحط في قلب القرصه. خلاص ست الحبايب، ربنا يديمها في حياتنا يا رب، ويشفيها ويعافيها، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا طريقتها في القرص مفيش بعد كده. هي بتعملها زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بتحط في قلبها الملبن وبعدين ايه تحط بقى، بنجيب كراتين ونقطعها زي ما انتم شايفين كده، وبنحط بقى لحبايبنا اللي قاعدين بينقشوا. طيب الناس دي بتيجي منين يا زوزو؟ بصي حبيبتي، احنا هنا في الفلاحين، آه
كلنا بنساعد بعض. يعني انت مثلا هتعملي النهارده، اعملي حسابك يا بنتي يا زوزة تيجي تساعديني شويه في الكحك بكره، حاضر من عينيا. والتانية هتيجي تعمل، اعملي حسابك يا اختي هتساعديني بكره. فدي انت تروح لك ودي تروح لك وكده، بتيجي تبص بقى تلاقي ايه، ما شاء الله اللهم بارك، حبايبك ملمومين حواليك. في نفس الوقت ما تتعبيش، وفي نفس الوقت تكون لمة وحاجة كده تفرح القلب والله العظيم. لمينا بقى الولاد الصغيرين، ما هو ولادي ولاد يعني، بصوا ولادنا هنوديهم فين يعني، قولوا لي كده. عايزه اقول لكم كانت يعني مشكله عريكه كده زي ما بيقولوا، كل شويه عايزين يمشوا العيال، وكل شويه العيال مش راضيه تقعد ساكته. اخر ما زونا قلت لهم بصوا احنا اللي هناكله، وهم يقعدوا كده يشتغلوا معانا ويفرحوا معانا يا ستي، وايه ونفضل قاعدين، ملكوش دعوه برجول حد بقى، الناس قاعده براحتها عشان هي معانا ستات كبيره. فايه، خلينا الوقت في الكحك وفي البسكوت خلاص. المهم بقى يروح قلبي طبعا، عملناه بالحجم ده كده ونقشناه بالمنقاش. ف يعني صاحب المكان بيكون عنده صاجات كتير كده بيدينا الصاج. احنا بنكون عاملين ايه، مش بنحطه في الصاج كده طبعا، بنكون عاملين حتة عجينة كده بشوية مية وشوية دقيق، وبنمسك الصاج ده الأول نمسحه، عشان طبعا انت مش ضامنه هو اصلا يعني، هو عامه بيبقى موسم والناس كلها شغاله، بس برضو انت مش ضامنه مين اللي عامل او كده او لا. يعني بنمسح الصاج الاول نمسحه حلو قوي، وبعد كده ايه نرص فيه. في واحده بقى بتبقى قاعده تاخد مكان اللي بتنقش، او الورق ده بقى بيبقى اتنقش خلاص وتمام، وترص في الصاج. وفي بقى اللي بتبقى قاعده تنقش، وفي بقى اللي بتبقى قاعده تقطع وتحط في قلب الكور او العجين ملبن يعني. كلنا كده بنساعد بعض. طبعا هنا يا اختي العزيزه حبيت اوريكي بعض النقاشات، يعني هي مش واو يعني للدرجه اللي هي، بس ايه، حاولت اتفزلك كده واعمل لك نقاشات مختلفه. بس يعني انا كنت بصور بايد والتليفون في ايد، والامكانيات بتاعتي مش مساعداني يعني كيوتيوبر وكده. ف طبعا كل كلام بهزر يعني، فكلنا كلهم والله ناقشوهم بسم الله ما شاء الله بجد، يعني كان زي العسل اللهم بارك. بس انا قلت إيه اخد لقطة كده واوريكم ايه شوية نقاشات مختلفة، قال يعني ايه بعمل لكم دعاية يعني خلاص. المهم انا كنت عاملة معاكم فيديو قبل كده قبل العيد اللي هو الصغير، احنا بقى قبل العيد الكبير. نسيت اقول لكم يا ولاد كل سنة وانتم طيبين، يا رب يجعل علينا الايام دي كده بخير وفي صحة وسلام. على فكرة احنا مش عاملين الكحك اللي يعني الاسبوع ده، احنا عاملينه من بدري شوية بس. معذرة، انا كان عندي فيديوهات كتير جدا، فقلت ايه انزلها لكم الاول ومنتج لكم الفيديو قبل العيد، بحيث ان احنا نعمل كحك العيد ونعمل لحمة العيد بعدها على طول. يعني فاهمين ازاي؟ الكحك الاول بعدين التنظيفات وبعدين اللحمة بقى، نعمل اي طريقة لحمة او اي شوية حاجات كده تركات ان شاء الله تعجبكم. تمام. المهم يا اختي، بس والله العظيم فعلا احنا فتنا الكحك ده بعد العيد، يعني والله ما بكذب عليكي في حاجة. نسيت اقول لك عجينة القراقيش، عملنا 5 كيلو من القراقيش، حطينا عليهم 3 كيلو من السمنة. خلاص السمنة دي سمنة بلدي على خليط، لما بتقدحيها بتديكي كأنها طعم السمنة البلدي بالظبط. خلاص. وزي ما قلت لك لو انت هتعملي او انت ناس فلاحين وهتعملوا دقيق علامة، اللي هو الدقيق بتاع المكنة اللي انت بتطحني القمح وبتاخدي منه دقيق علامة درجة اولى، ودقيق بقى خليط. حطي مثلا نص الكمية من ده ونص الكمية دقيق فينو، القرصة هتطلع معاكي والله العظيم. انا ما كنتش اعرف الكلام ده على فكرة، القرصة بتطلع معاكي ناعمة جدا ومبتشربش السمنة منك خالص، وبتطلع معاكي في منتهى الجمال. طب انا يعني انا مش ارياف وما عنديش يعني حاجة اسمها دقيق علام، هتعملي ايه؟ انت تتك شوية على السمنة بتاعتك. اتك ازاي يعني يا بنتي يا زوز؟ يعني ايه، مثلا لو هتحطي 5 كيلو سمنة نحط 5 كيلو ونص خلاص. هي كده يعني، انا بالنسبة لي هعمل كده لو ما فيش دقيق فين وكنت خلاص. بس احنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله عشان عندنا فلاحين. سألت يعني جارتي ربنا يحميها ويفديها، طبعا حق عليا ان انا اشكرها برضو. فقالت لي اللي انت عايزاه يا حبيبه قلب. قلت لها حبيبتي ما تحرمش منك، انا بس هبدل منك، فاهمين ازاي؟ فانا اديت لها دقيق فينو واخدت منها دقيق الايه العلامه، يعني وزنتهم مثلا 5 كيلو 10 كيلو واخدت بدلهم دقيق علامه. تمام. طبعا ده كله بتوجيهات حماتي، والله العظيم انا ما كنت اعرف الكلام ده خالص، يعني انا ما كنتش فاهمه اصلا في الحاجات دي يعني، بس الحمد لله. المهم يا اختي حطينا بقى رصينا بقى كل حاجه كده وظبطنا الدنيا.
والله العظيم كل حاجة ما بتاخد حاجة يا ولاد، بس هو كسل مننا والله العظيم. كنت تحسوا ان الاسم لما نعمل كده قرص بتبقى حاسة ان هو ايه يوم طويل وعريض، بس بتبقى لمة وحلوة قوي وبصوا فرحة كده. بسم الله ما شاء الله. طبعا على فكرة حماتي عملت كمان ساقطين كحك من اللي هو المدور، كنت انا نزلته لكم بقى في شورتس يا اختي. انا لفيت على المقطع ده ومقطع صغير بسكوت، بس والله العظيم صراحة ما لقيتوش. طب استنى اقولك بنعمل البسكوت ازاي. بسم الله ما شاء الله الكحكاية طالعة ولا اروع من كده، قسما بالله من غير مجاملة ومن غير ما بقولك ان احنا اللي عاملين. بجد يعني طريقة الفلاحين حاجة تفتح النفس. عجينة البسكوت نزلناها في المكنة وبندهن الصينية زيت، وفي واحدة بتقعد تقطف كده وواحدة تدور المكنة، وبندي للراجل صاحب الفرن بيدخل بقى البسكوت في الفرن وبيطلع زي العسل. هوريكي شكله دلوقتي برضه. وعايزه اقول لكم بقى ده كان الفيديو بتاعي. متنسوش تحطي لايك بقى بالله عليك يا شيخه، استحلفك بالله تحطي لايك كده حلو، كومنت حلو منك زيك يشجعني. وقولوا لي بقى مين اللي حس بالزلزال كده امبارح، عشان أنا فضلت مرعوبه طول الليل. واهم حاجه يا ولاد عارفين دورت على ايه؟ دورت على طرحتي واسدالي، اقسم بالله. يا رب ما تمنع عننا غطاء الستر ابدا ابدا. انا نسيت اقول لكم في اول الفيديو اصلا والله العظيم. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، ما فكرتش في اي حاجه غير حاجتين اتنين غير ان انا البس هدومي وحطيت طرحتي جنب على المخده. تاني حاجه يعني ولادي الاول خفت عليهم وفكرت فيهم، وبعد كده ايه يعني. الله المستعان، ربنا يبعد عننا كل شر يا رب، اللهم امين. طبعا انا ما حسيتش بيه، بس انا لسه بفتح الفيسبوك وما كانش جاي لي نوم، لقيت الفيس مقلوب والدنيا بايظه. كلمت اخويا بقى، فضلت اتكلم معاه قال لي ما تخافيش مش عارفه ايه، وقعد يصبرني شويه. فاللي هو ايه، الحمد لله. ده بقى كان شكل الكحك البسكوت بتاعنا، وريتكم شكل الكحك. فكنا هنا بقى كنا خلاص روحنا على البيت، فقلت ايه اوريلكم بقى شكل البسكوت عامل ازاي. ان انا معرفتش والله خالص ان انا اصوره معاكم، علشان بصوا البسكوت ده بيبقى سريع سريع، وما بيبقاش فيه ناس كتير بتساعدك زي ما الكحك. ليه بقى؟ قوليلي ليه. علشان بيبقى الفرن شغال، وبيبقى ايه مش مفيش حاجه اسمها على مهلك بقى وبراحتك وكده، لا انت تكوني شغاله والفرن شغال. فاللي هو صاحب المكان بيكون عايزك تنجزي وقت. تمام. ده فيديو النهارده، استنوني فيديوهات كتير. مع السلامه.